جايه لكم النهارده وجايبه لكم معايا طريقه جديده للفراخ او الدبابيس للناس اللي ما بتحبهاش مسلوقه او محمره. هتعجبك جدا. وكمان هنعمل مع بعض رز واحده واحده، وهقولك على كام تريكايه تظبط معاك الرز. لو عايزه تعرفي الكلام ده اتعمل ازاي كملي معايا الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صينيه فراخ ورز واحده واحده. هقول لكم على شويه حاجات كده تخلوا بالكم منها في الرز وفي صينيه الفراخ، هتخلي معاكم الطعم تحفه. الاول هنا بمجرد ما بجيب الفراخ او الوراك، انا هنا هشتغل بوراك. اول ما بجيب الوراك من عند الراجل لازم كده اديها شطفه سريعه، لانه بيبقى فيه بقايا ريش مش متشال، وبيبقى فيه برضو يعني النظافه ما بتبقاش 10/10، يعني ما بتبقاش زي ما احنا بنعملها. ببدأ انضف كده بالمية، وبعد كده اجيب طبق فيه مية وملح وسكر، معلقة سكر وشوية خل ومعلقتين دقيق. وما تستغربيش من السكر، ده محلول جميل جدا بينظف الفراخ ومبيخليش فيها ولا ريحة زفارة، ولا حتى البتاع اللي هو الزلال اللي بيقعد بيبقى تقيل ده. بصي بيشيله تماما. هنا بقى هنزل بالوراك فيها واغطيها واسيبها لمدة ساعة واركنها بقى على جنب. بس المهم ان انا اضمن ان الوراك تكون ايه نازله يعني في المحلول ده. بصوا الميه هنا عامله ازاي بعد ما يعني الوراك قعدت ساعه فيها. شايفين فرق الالوان؟ لو رجعتوا تاني بالفيديو هتلاقوا الفرق. هنا الميه تحس انها مليانه دم ومعكره بطريقه مش لطيفه يعني. وبرده بتعيدي التنظيف تاني، وبعد كده بقى ايه نشطف الفراخ كويس جدا. وما تخافيش، الخل ما بيهريش الوراك وما بيهريش الفراخ. انا سبتها ساعه، ما سبتهاش اكتر من كده يعني. ببدا بقى هنا ايه انضفها من الجلد الزياده. ممكن انتي ما تعمليش الخطوه دي لو انتي تمام يعني بالنسبه لك، بس انا بالنسبه لي انا ممكن ما اكلش الجلد خالص، ممكن اشيله كله. يعني الاكل ده لو انا هعمله ليه انا بشيله كله خالص. معرفش ليه هنا حد يعني حاجه قالت لي ان الكاميرا مش هتبين ان انا بقطع الورك، مش فاهمه ليه يعني. المهم ايه، شايفين انا هنا هوريكم ازاي بفصل الدبوس. بصوا هوريكم ازاي بفصله اهو من الخط ده. باجي كده بالسكينه اروح نازله على طول، بيتشال على طول كده، يتفصل عن باقي الورك. هنا ما شاء الله الوراك دي كانت كبيره بس ما كانتش كبيره قوي يعني، فانا قطعتها على 3. ما شاء الله انا بجيب وراك كبيره جدا، ممكن اقطعها على 4 كمان، او بيبقى كل جزء فيها ما شاء الله واخد حق. بس هنا الوراك دي ما كانتش كبيره قوي، فانا اكتفيت ان انا اقطعها على 3. وطبعا عماله ايه اشيل الزياده. زي ما قلت لكم انا الاكل ده لو انا بعمله لنفسي انا بشيل جلد خالص، لان جوزي ما شاء الله بيقرف من جلد الفراخ وكذلك بنتي. فانا بضطر ايه اشيل. بصوا هنا بقى اديتها شطفه كده مكان التقطيع عشان تعرفوا ان مفيش كمان دم جواها موجود، يعني لو كان في دم هينزل في الميه. لا انا هوريكم بقى شكل الميه دلوقتي هعمل ازاي. بصوا شايفين المنظر؟ ميه بيضة تماما. يعني تعرفوا بس ان المحلول ده بينضف الفراخ معايا بطريقه جامده قوي. بصوا الميه عامله ازاي، حاجه كده يعني تاكليها بنفس بقى. صفيت بقى الميه كويس، وجيت هنا بقى على الوراك دي هحط عليها ايه بقى، ملح وفلفل اسود والبهارات او المنكهات اللي انا عاملاها، اللي انا عماله انزل لكم عايزه انزل لكم الفيديو بتاعها ومفيش وقت بجد. فادعوا لي ربنا يكرمني واقدر انزل واركنها على جنب. طبعا في الكاميرا فصلت وانا بضرب البصلايه، بس انا هنا خدت نص بصلايه وايه وفلفلايه حاميه وحطيتها على الوراك وقعدت اقلب فيها وركنتها بقى على جنب. وبعدها بشويه اديتها معلقتين عسل اسود. ما تستغربيش طعمه جامد جدا في الاكل، وبالاخص مع الفراخ. واركنها بقى لحد ما اجهز بالصينيه. الصينيه هعملها ازاي؟ هجيب البصل واضربه في الخلاط، بس اضربه ضرب خشن، مش عايزاه ناعم، مش عايزاه يرمي الميه اللي فيه. يعني مش عايزاه ينزل ميته قبل ما ينزل في الطاسه، انا عايزاه ينزل ميته في الطاسه او في الصينيه ويشربها تاني ويتكرمل معايا. مش هشتغل فيه غير لما يتكرمل. هفضل بقى كده في معلقتين زبده اقلب فيه لحد ما بصوا بقى هنا ما شاء الله كرمل معايا. اروح مدياله معلقتين صويا صوص وابدا انزل بالفراخ على طول. وانزل طبعا بايه بشويه الميه اللي نزلوا منها دي. هتقولي لي بس كده مش هتزودي ميه؟ لا مش هزود ميه، زي ما هي كده في الفرن على طول، ونسيبها بقى لحد ما نعمل الرز. هنا الرز ده انا كنت نقعاه من ساعتين مثلا.
بنقع الرز، دي اول تركية في الرز، لازم تنقعيه فترة كبيرة عشان يرمي كل النشا بتاعه، وترجعي بقى تعمليه تاني، يعني تشتغلي بيه بقى تسويه، تاخدي نتيجة روعة، وبالأخص للناس اللي بتعمل رجيم. هنا أنا هعمل رز واحدة أو واحدة أو حبة وحبة، فباخد يا إما نص الكمية اللي أنا بعملها، يا إما تلتين الكمية، انتي براحتك. أنا هنا واخدة تلتين الكمية لأن أنا بحب الرز المحمر يبقى أكتر من الرز الأبيض. جربوا بس الطريقة دي وهتعجبكم جدا. افضل اقلب فيه كده في معلقة زيت ولا معلقتين زيت على حسب الكمية بتاعتك، وافضل اقلب فيه لحد ما يبقى ذهبي، كأنك بتحمري لسان عصفور بالظبط، بيبقى لونه اهدى من لسان العصفور، كأنك بتحمري شعرية. تفضلي بقى تقلبي. بصي هو بياخد وقت كبير على يعني على النار في موضوع التحمير ده، بس صدقيني بيديكي نتيجة روعة. تفضلي بقى تقلبي وهتلاقيه كتل في بعضه، تبدأي تكسريه كده بالمعلقة وانتي بتقلبي، حاجة تحفة. بصوا هنا اللون كان فظيع، تشوفوا الدرجة بقى دلوقتي هنا اهو. بصوا لما نزلت بباقي الرز بقى، شايفين فرق الالوان عامل ازاي؟ واديله بقى الحقيق بتاعه ملح وفلفل اسود ونص معلقة قرفة، واطشه بمية مغلية. هنا الرز كان استوى معايا في خلال 10 دقايق بالكتير قوي، علشان منقوع ومطشوش بمية مغلية وناشف كويس على النار، وانا بطشه ما يبقاش فيه ميه. هنا طبعا ما شاء الله كان اتشرب ووطيت عليه واستوى ومفلفل. بصوا عامل ازاي جميل. هنا بقى كان لزوم التصوير يعني، قلت بقى ايه اروق عليكم. بصوا الرز ما شاء الله عامل ازاي، ومحتاجش بقى ان انا احط كيس في الطبق ولا حاجه. ما شاء الله شايفين يا جماعه الصينيه بتكتك ازاي يا جماعه، يعني اكادوا من فرط الجمال اذوب. هنا بقى دي الخضرة اللي احنا كنا مخزنينها سوا. بصوا ما شاء الله طلعتها من الفريزر والله العظيم مخضرة، ما اسودت ولا حصل لها حاجة، كان شكل جميل. وهنا بقى الفيديو بتاعنا يكون خلص، يا رب اكون خفيفة عليكم، وان شاء الله تجربوه وتقولي لي رأيكم، وما تنسونيش في اللايك وفي السبسكرايب والشير طبعا، وتروحوا على الفيسبوك تعملي لي فولو طبعا، يعني لو عندك تيك توك وانستجرام. الطعم كان تحفة جدا يا جماعة.